اهلا يا جماعه، النهارده هقول لكم 50 حاجه لو ضفتوها لحياتكم. اكيد مش كلها مره واحده، بس لو ضفت حاجات منها لحياتكم هتزود من جوده حياتكم ان شاء الله. انا بصراحه عندي 100 حاجه ممكن اقولها، ولكن المره دي هنقول 50، وفي الفيديو الجاي هنقول 50 تانيين عشان بس ما يبقاش مبالغ فيه. اول حاجه ميه دافيه بليمون الصبح. اولا مش عاوزين نصدم المعده بحاجه على الصبح كده، وخصوصا الميه الساقعه. اديها بس ميه دافيه كده عشان تبقى هاديه وتريلاكس. والليمون عشان الليمون الكترولايت بيساعد ان الجسم اصلا يمتص الميه خلال اليوم، ما يفرغهاش بس. وفي نفس الوقت ديتوكس، والليمون مفيد، فيتامين سي، فهي حاجه مفيده ومسليه. تخيلي تبقى قايمه كده، نبدا اليوم بميه دافيه وليمون بالراحه. تاني حاجه مشط خشب للشعر، عشان المشط البلاستيك بيخلي الكهرباء تزيد في الشعر فيهيش، وكمان بيأثر في الشعر. فمشط الخشب. مساج للشعر. مساج الشعر بيزود الدورة الدموية في الفروة. ولو ضفتيله كمان ان انتي ترفعي رجلك على الحيطة 10 دقايق، يعني قبل ما تنامي مثلا ممكن ترفعي رجلك على الحيطة 10 دقايق تعملي مساج لشعرك. فبالتالي رجلك لو فيها اي احتباس سوائل خلال اليوم، لو ضغطت عليها خلال اليوم، الألم هيقل، الدورة الدموية هتزيد وتبقى أحسن في الجسم. هي مفيدة جدا، هو ان انت ترفعي رجلك ده وتعملي مساج لشعرك في نفس الوقت. وقت لنفسك برضو مسلي جدا، 5 دقايق، دقيقتين عادي براحتك. دراي باش للجسم. اعملي دراي باش لجسمك. آم، اللي هي الفرشة اللي بتقعدي تعملي بيها دي كده، وهاتي الإيدة طويلة علشان توصل للأماكن انت مش هتعرفي توصلي لها بالقصيرة دي. هعملي دراي باش لجسمك. برضو بيزود الدورة الدموية، فيديكي طاقة كده. ولو في أي جلد ميت أو أي حاجة بيمشيها. بس يعني اعمليه بالطريقة الصح، شوفي ايه الطريقة الصح على أي مكان. هو طريقته سهلة يعني. واعمليه. ولو رطبتي بعدها كمان هيحسن من شكل الجلد ويديكي طاقة وحاجات كتير كويسة. تاني حاجة اعملي lymphatic drainage. ابحثي عنه برضو، بس هو زي تخبيطات معينة، عارفة زي الغوريلا لما بتقعد تعمل هي نفس الفكرة، تخبيطات معينة كده وحركات معينة بتعمليها علشان تخلي الجهاز الليمفاوي عندك يتحرك كده. فبرضو بيزود المناعة وبيقلل لو في اي انتفاخات في جسمك في وشك. فمفيد جدا، ابحثي عنه واعمليه اول ما تقومي من النوم. عارفه لما تبقى قايمه من النوم حاسه ان جسمك مضروب كده، انا اول ما بعمله خلاص انا فقت والالم اللي كان موجود راح. هو مفيد وبيدي طاقه، مفيد للجسم وفي الطاقه بتاعتك كمان. ابداي اي اكل بالسلطه، عشان السلطه في البدايه اولا لو في اي دهون هتاكليها بعد كده في الاكل هيقلل من امتصاصها. ثانيا بتملى جزء من بطنك فخليكي تشبعي من غير ما تاكلي مثلا نشويات كتير، حاجات تانية كتير. و مفيدة، فيها فيتامينات، دي تالت حاجة. ورابع حاجة بتزود من حركة المعدة وبتخليها ترطب لك الجسم، فهي ليها مميزات كتيرة. فابدأي بالسلطة في أي وقت. كل حاجة، كلي كل حاجة انتي عاوزاها بس قسميها لقطع. يعني ما تحرميش نفسك من حاجة، ما تخليش جسمك يحس ان انا لازم انهال على الحاجة دي دلوقتي، عشان لو ما اكلتهاش دلوقتي ما فيش فرصة تانية اكل نفس الحاجة دي التاني. ما تدخلوش في المود ده عشان ما يتجنش على انواع الاكل المختلفة. فانتي اي وقت تحسي ان انتي نفسك في حاجة، هاتي منها حتة صغيرة. عاوزة تاكلي شوكولاتة، كلي شوكولاتة، بس كلي حتة حتة كده. اللي هي القالب الكبير قسميه، اللي هو مثلا اللي هو بيبقى حجمه كده، قسميه على 3 مرات. فانتي كلتي اللي انتي عاوزاه ومبهدلتيش الدنيا. وانتي اصلا لو بادئه بسلطه زي ما قلنا مثلا، وجالك الشعور ده بعد الاكل اوريدي اصلا، الانسولين بتاعك اترفع ماشي في الجسم، بس رفع واحده واحده وهو اوريدي عالي دلوقتي. فلو كلتي حاجه مسكره مش هيحصله شوك يعني. عموما عاوزه تاكلي حاجه من بره، كلي مره في الشهر. مش هنموت لو مرة في الشهر، لا ممكن عادي يبقى ملوث مرة في الشهر، بس قصدي يعني انتي فهمتي قصدي. ما تبدأيش بسكر يومك واكلك. لو انتي اصلا بدأتي بسلطة اللي هي العادة اللي قبليها، فانتي اوريدي عملتي عادتين في نفس الوقت، يعني كده كده مش هتبدأي بسكر عشان الانسولين بتاعك ما الوش دي هي اللي بتعمل امراض، وهي اللي بتدخل الجسم، وهو اللي بتخليك على طول تعبانه وعلى طول جعانه. هي الرفعه دي مره واحده دي. عاوزه تاكلي اي حاجه كليها بمنطق كده علشان تاكلي اللي انت عاوزاه في نفس الوقت. ايه
10 حاجة مشروبات تنظيف الجسم اللي منها المية بالليمون اللي احنا قلناها في الاول. هي ابحثي عنها برضو، في منها انواع كتيرة، شوفي ايه اللي انت تحبيه واشربيه. بتنظف جسمك وبتخلي ريحتك حلوة، مودك حلو، جسمك اخف، فهي هتحسن اكيد من جودة حياتك. مغنيسيوم قبل النوم. المغنيسيوم بيخليكي تنامي اهدى، بيهدي اعصابك قبل النوم، وبينظم لك الامور كده، فخدي مغنيسيوم قبل النوم. ممكن زي ما احنا قلنا المشروبات الديتوكس بتحسن من ريحة الجسم، في حاجات بقى بتحسن من ريحة الجسم فعلا زي مستخلصات التوت. لو عاوزة تشربيها، لو عاوزة تاخديها في اقراص، بتتباع في الصيدلية اسمها كرامبي. دي برضو بتخليكي من جوه نظيفة قبل من بره، ومن بره نظيفة برضو، فيبقى حاجة جامدة جدا. اوميجا 3. خدي اوميجا 3، وخصوصا لو من مصادر طبيعية. احنا كده كده كبنات بنحتاج الدهون الصحية. الدهون هنحتاجها بس الصحية، يعني لازم دهون صحية مربوطين ببعض كده. فالاوميجا 3 مثال كويس، خدي اوميجا 3. خلي روتيناتك بسيطة عشان تيجي تعملي اي حاجة ما تجيش عليكي. عشان تلتزمي بالحاجات لازم تكون حاجات بسيطة وسهلة، عشان ما تزهقش منها، وعلشان ما تكونش معقدة فتمشي عليها فترة وخلاص، اللي هي ما تزهقش منها، دي نفس المعنى. بس قصدي يعني خدي خلي روتيناتك بسيطة عشان تلتزمي بيها. شوربة العظم، احنا داخلين على الشتاء، وشوربة العظم بتدفيكي، هيخلي الكولاجين كويس في جسمك وبتديكي طاقة. فشوربة العظم طبعا. ميه باستمرار، اكيد مش هقول كده، مش انا اللي هقولك لسه ميه باستمرار. وحاولي ما تاخديش ميه من بلاستيك. يعني حاولي تلاقي طريقه غير البلاستيك تحطي فيها ميتك. انا فكرت مره اجيب قله، بس يعني الراجل كان بيبقى قافل على طول فكسلت. بجيب بقى اللي هي الازاز الستانلس دي، اعتقد صحيه اكتر من البلاستيك. خيار او جزر متقطع. لو جوعتي عشان ما ترجعيش وتاكلي اي عبث، ممكن تقطعي خيار وجزر في التلاجة موجودين على طول، تسيدي بيهم جوعك كده، وفي نفس الوقت ما ترفعش الانسولين اوفر زي ما احنا قلنا. فانتي بتاكلي حاجه مفيده وفيها حاجات فيها ميه وفيها كاروتين، فبتديكي توهج، بترطب جسمك. هتقولي الحاجات دي طعمها مش حلو عشان احنا اتعودنا بس عشان على الحاجات المحليه واللي طعمها مليان اطعم وحاجات، فاحنا الحاجات دي بطلنا نستشعر طعمها العادي، لانه اكيد يعني لما اكل حاجه فيها 500 الف سعرايه وسكر، اكيد الحاجات دي هتبقى طعمها مش حلو بالنسبه لي. بس مع الوقت لو قللتي من السكر اللي احنا هنقولها في رقم مستقبلي، وبدأت تضيفي لحياتك الحاجات دي، هتلاقي مع الوقت الحاجات دي بقى لها طعم. يعني اتفاجئت من نفسي لما لقيت طعم حلو البنجر. انا مبحبش البنجر، بس لقيت له طعم مسلي شوية. وصلي للمرحلة دي، حاولي تعملي كده يعني. ما تخليش وصولك للحاجات الضارة سهل. يعني ما تخليش عندك في البيت شوكولاتة وشيبسي وبيبسي وان انتي تمدي ايدك كده تاخديه، لا، علشان هتستسهلي اكيد. اول حاجه عشان كده بنحاول نخلي وصولنا للحاجات المفيده سهل، زي ما انا قلت تقطعي خيار مثلا وجزر. لكن لو انتي عاوزه تاكلي حاجه حلويات مثلا، تبقى انتي محتاجه تلبسي وتنزلي عشان تشتري الحلويات، واحنا يعني دي خطوات لوحدها تخليكي تكسلي يعني. ولو وصل للدرجات دي يعني خلاص انت عملتي كده عشان تنزلي، اديكي رايحه جايه ودي حركه وبتاع. القرنفل للبق، وممكن تحطيه في بقك، ممكن تمضمضي بيه، ممكن تشربيه برضه، بيحسن الريحه وبيقتل البكتيريا. ما تاخديش معاكي التليفون السرير، ما تاخدوش، الوقت هيسحب منك، وما تاخديهوش. وكمان بيبوظ الضوء الازرق بتاعه، ده بيبوظ دورة النوم بتاع الجسم، مش عارف امتى ينام وامتى يصحى، فتفضلي راقدة على السرير كده مش عارفة تنام. ما تاخدوش معاكي. نامي بضلمة برضو عشان تحسني من شعور جسمك بدورة النوم. هو ما ينام في الضلمة يحس ايوه ده الليل جه، فميلاتونين بقى وينيمك، والصبح تبقي نشيطة بقى، وكورتيزون الصبح عشان يديكي دفعة الطاقة دي. ما تاكليش قبل النوم،
برضو علشان تعرفي تنامي، عشان تريحي الاجزاء الداخليه بتاعتك متفضلش شغاله طول اليوم، عشان تحرقي الدهون الضاره بالليل والخلايا تجدد نفسها. بس حاولي ما تاكليش قبل ما تنامي، يعني ممكن لو حركه جامده جدا ما تاكليش اول ما الضلمه تحصل في الكوكب. لا مش في الكوكب بقى، عشان الضلمه هنا نور في مكان تاني. بس لما يبقى عندك ضلمه هنا في بلدك بطلي اكل و... وكافيين دي جايه برضه. بلاش كافيين قبل النوم، ده اللي لسه قايلاه، اللي هو لما تلاقي ان الدنيا ضلمت تشربيش كافيين. ما قلناش من، مش عارفه، مش شفت سمعت حد بيقول من الساعه 2 الظهر؟ معقول؟ هو ما الضلمه تحصل وخلاص. قللي سكر وعيش على قد ما تقدري، كلي اللي انت عاوزاه بس قللي على قد ما تقدري. انتفاخات جسمك هتقل، التغيرات المزاجيه هتقل، استطعامك للاكل هيزيد، شعور جسمك بالخفة هيزيد، مشاكل المعدة هتقل، المناعة هتزيد. فيعني حاولي ما تزهقنيش بقى وحاولي. لو حسيت ان عاوزة تاكلي حاجة مسكرة ومش هينفع تاكلي سكر زي ما احنا قلنا، كلي فاكهة، فيتامينات، انعاش، مفيد. ضوء خافت بعد المغرب برضو عشان دورة نومك. بلاش اضواء زرقاء او حاجات اصلا بتصدع كده، هي الاضاءة الصفرا الخفيفة دي كفاية. اصحي بدري والناس نايمة، يعني لو قدرتي تصحي الفجر وتفضلي صاحية وتقعدي مع نفسك شوية دول وتشربي مية بليمون ومتمسكيش من التليفون لحد الظهر، دي هتيجي برضه هنقولها من ضمن مش عارفة من ضمن اول 50 ولا من ضمن 100 كلهم، فنشوف. لازم وقت مع نفسك من زحمة الحياة، تشوف مكملة للقبيع. انت لو قدرتي تقومي بدري والناس نايمة هتقدري تدي لنفسك وقت. حتى لو بتقومي تعملي حاجات على طول، يعني على طول اول ما بتقومي من النوم بتبدأ الشغل، ما فيش وقت تقعدي مع نفسك، على الاقل ما فيش زيطة حواليكي، فما تعمليش الحاجات انت متحفزة بحاجات خارجية كمان، على الاقل بتعمليها وانت كده. كل فترة فلتري الناس اللي بتتابعيهم على السوشيال ميديا وفي حياتك، شوفي ايه اللي مع الناس اللي مش بتضيفك بعد الان، واللي مخليه كل ما تشوفيها بتستفزي بتتابعيها ليه، كل ما تشوفيها بتغيري بتتابعيها ليه. خلاص فك. حاولي تباركلها، يعني ربنا يزيدها ويبارك لها ويرزقني، واعملي لها انفولو وحاولي توصلي اللي انتي عاوزاه. من الغيره دي يعني محفز، انا في حاجه عاوزاها ومش عارفه اوصلها، فابدأي بقى خدي خطوات. يعني الطاقه اللي انتي بتديها لها دي خليها لنفسك، اي حد بيستنزفك طلعيه. الطاقه اللي بتستثمريها فيهم دي مش انتي اولى بيها. قولي بالراحه، حاولي تخلي الاكل ده مش مجرد شبع، لا ده هو وقت في اليوم انا بتسلى فيه بستمتع بيه، فبالراحه قصتها من الاكل. حاولي، انا عارفه ان الساعات لو انتي عندك عيال حواليكي، او لو انتي عندك شغل فتبقي عاوزه تخلصي بسرعه، مهما كانت مشغولياتك في الحياه، اعتقد تدي نص ساعه لنفسك بعيدا عن كل الناس يستاهل. كلي رز بالشوكه عشان كميات الرز ما تبقاش كتير، عشان تتعمل بالراحه وعشان النشويات ما تكترش وعشان ومفيد. كلي الرز بالشوكه. اشربي كوبايه ميه قبل الاكل بشويه علشان برضو تملي معدتك، فانت لو جعانه اوفر ما تنهليش عن الاكل، لان هي دي هتبقى غلط، لان انت هتاكلي مش هتحسي فهتتعبي. كوبايه الميه قبل الاكل بشويه هتديكي استقرار شويه، فمفيد. قومي من الاكل اول ما تحسي ان قربتي تشبعي، مش لما تشبعي، عشان انت لو قمتي انت شبعانه يعني انت شبعتي قبلها بفتره، بس كان عقلك لسه ما عطاش اشاره او معدتك ما عطتش اشاره لعقلك، فانت ما فهمتيش ان انت جوعتي غير بعدها بفتره، فانت كده مش شبعتي بس انت كده كبستي فهتتعبي. فقومي اول ما لمحة كده، اتنفسي بعمق، حاولي على قد ما تقدري مثلا مرة الصبح ومرة اخر اليوم، 10 تنفسات الصبح و10 تنفسات اخر اليوم من بطنك. خدي نفس عميق من بطنك وطلعيه بالراحة، احبسيه شوية وطلعيه، واللي انتي بتطلعيش الزفير يكون اطول من الشهيق. ممكن كمان تتخيلي وانتي بتتنفسي نور ابيض
وبيطلع منك اي طاقة سلبية بتذهب للسلام. اعملي تمدد قبل ما تنامي، وقت لنفسك وكمان بيريح الأعصاب. فاعملي تمدد قبل ما تنامي، أذكار الصباح والمساء، عشان تحسي دايما ان في حد بيحميكي وفي حد معاكي، وان في اتصال لحاجة أكبر مننا كلنا. دي حاجة مريحة جدا. التسبيح، بدل ما تشغلي مخك بالتفكير السيء، لو حسيتي ان انتي خيالاتك سلبية، حديثك الداخلي سلبي، سكتي كل ده للتسبيح. حسنات، وجود مع ربنا، تنظيف قلب، راحة داخلية، تيسير خارجي، احسن من الافكار السلبية. قللي اي مشاهد عنف او حزن بتشوفيها، لان الحاجات دي مش بتطير، يعني هي بتفضل موجود، بتفضل ايه موجود، بتطلع بشكل مجنون بعد كده وانتي مش واخده بالك. ما تعمليش غفوة المنبه، لان هو بتحيري عقلك. انا ما اعرفش انا المفروض دلوقتي اصحى ولا انام، هي خلاص خلصت ولا لسه. ف بتتعبي مخك وجسمك. فقومي احسن. لو متضايقه اكتبي. الكتابه، بدل ما انتي مش عارفه تطلعي مشاعرك ازاي، لان طبعا مشاعر في ساعات بتكون مبالغ فيها والواحد مش عارف يتعامل معاها ازاي ولا يفهمها. وممكن ما تحاوليش تفهميها اصلا، تديها ساعة للوجود، فتكتبيها وتتقبليها زي ما هي، بدل ما تطلعيها على الناس او تطلعيها بشكل مش مناسب. الكتابة طريقة بحسها مناسبة. لو في طريقة انتي عارفاها مش تيجي عليكي او على حد، تمام. حاولي تعملي سايكل سينكينج، ابحثي عنه لانه مفيد لينا جدا. فاعملي سايكل سينكينج. حددي وقت للتليفون، ما تمسكوش طول الوقت، لان هو في الغالب زي الامهات بتقول، هو المشكله في الزفت ده. امم تابعيني عشان بقول في حاجات مفيده جدا. نفسي من بطنك زي ما قلنا فوق. اتمشي، وخصوصا ان احنا داخلين على الشتاء. التمشيه بالصيف بصراحه بالنسبه لي بتكون صعبه لان الشمس بتكون حارقه، ولكن في الشتاء لما الجو يبقى ساقع شويه بس الشمس سخنه، تقعدي تفتشي في اماكن جديده. يعني تمشي بلا هدف، بس خلي بالك يعني في اماكن امنه، بمنطق، يعني تمشي بمنطق، بس تستكشفي برضو في نفس الوقت اماكن جديده. حتى لو محافظتك صغيره اكيد هتلاقي فيها اماكن ما رحتش قبل كده. المدينه اللي انت عايشه فيها، شوفي حاجات ما شفتهاش قبل كده، هتمشي في الشمس حلو قوي. من تاني، مش محتاجه اقول ليه من تاني. حسي بشويه حاجات حلوه بدل ما انت بتتذمري طول الوقت. قولي توكيدات ايجابيه. يبقى احنا عندنا دلوقتي كذا حديث كويس مع النفس. قلنا اذكار صباح ومساء، التسبيح والامتنان. وقولي توكيدات بقى، دي حاجه رابعه كمان تزودي بيها حديث مع نفسي. حاولي انتظمي مع الصلاه. لو انت مش منتظمه انتظمي. لو انت مش بتصليها في وقتها صليها في وقتها. لو انت مش بتخشعي اخشعي، نعم، حاولي تخشعي. فحاولي كل مرة تزيدي حاجة عن اللي انتي بتعمليها بالفعل. زودي جودة حياتك واحدة واحدة. اتوضي اول ما الاذان يأذن، ودي عشان طبعا على السريع ده متكسلي. ودي رقم 50. ان شاء الله في 50 تانيين كاتباهم على التليجرام عندي، ف نكملهم في الفيديو الجاي. stay tuned، والى اللقاء المرة دي.